واحدة من الاختلافات ما بين الفلسطينيين والمصريين هي انه احنا الفلسطينيين بنشرب القهوة سادة والمصريين بيشربوا القهوة عليها سكر، ويكون السؤال متبادل: انتم بتشربوا القهوة زيادة ازاي وانتم بتشربوا القهوة سادة ازاي؟ حصل معايا موقف، كنت مرة في واحدة من قرى القليوبية بنحضر فرح عقبالنا وعقبالكم يعني، ويعني مش هيخطر في باله اللي بيعمل القهوة هناك ان هو يبقى في واحد فلسطيني قاعد في القهوة وهيعوز القهوة سادة. فسألونا يوميها تشربوا ايه، فانا قلت له قهوة. فالراجل مشكورا يعني ايه راح وصى جاب لنا كوباية القهوة. انا بشرب اول شفطة ضربت في دماغي، نزلت الكوباية قلت له دي قهوة بسكر، معلش انا يعني ايه فلسطيني ما قدرتش، يعني انا مش هحب ان انا اكسف صاحبي، ولكن بصراحه ضربت في دماغي. خدت صاحبي وشوشته وقلت له انا معلش انت فاهم انا ما بشربش القهوه الا ساده. فلو قال لي حقك عليا ومش عارف إيه، تعالى يا باشا هات قهوه ساده لعمك خالد. فمذكورا يعني عمل معانا الواجب، واصلا كل الفرح وقتها اللي هو يعني لو في واحد معانا فلسطيني اصلا ده اللي هو قريه من القرى القليوبيه يا باشا. فكان يوميها بصراحه حاجه تحفه بامانه. فالسؤال هنا للاخوه المصريين: انتوا ازاي بتشربوا القهوه عليها سكر؟ اصل هي مره. فصديقي بيقول لي هو مش كفايه المر اللي احنا عايشينه؟ لا لا، عامة احنا القهوة بتتشرب سادة يعني مرة، ومعاها حاجة حلوة تتاكل، كنافة بسبوسة ايا يكن، الخلاصة ان هي بتتشرب سادة. وهذه واحدة من المواقف اللي بتبين لك انه في اختلاف ما بيننا وما بين الاخوة المصريين، ولكن يعني ايه حاجات جميلة يعني بتعمل مواقف بتخلد في الذكرى. وبس كده.